السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايباتي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في سوبر ماما. النهاردة ان شاء الله جبت لكم الحل لاي سلوبيتا عندك زي دي، او دي طبعا صيفي او سلوبيتا الشتوي اللي بتبقى هنا بكم دي. لو هي كبرت على الاولاد تعملي ايه او تتصرفي ازاي؟ وطبعا يعني علشان الظروف الاقتصادية بتاعة البلد وكده، طبعا ظروف برضو بابا وماما مش عايزين نتقل بقى على اجوازاتنا وكده في المصاريف، فممكن نعمل ايه؟ حاجة اقتصادية جدا وجميلة جدا جدا هتعجبكم ان شاء الله. دي السربتة، طبعا هي كده ما بتقفلش. طب واحنا ليه نقفلها اصلا؟ علشان لو البيبي بيلبس بامبرز ولابس هدوم تحت دي، فالهدوم تفضل ملمومة وصدره طبعا يفضل متدفي فما يتعبش مننا كتير. طيب ايه الحل؟ بصوا يا حبايبي، لو هي كده وصغرت، هي طبعا صغيرة بس اهي، بس الكاميرا يعني مكبراها. دول التلاتة دول اسمهم، هو انا مش عارفة اسمهم، بس هم بيبقوا شكلهم كده اهو. تمام، بيجوا مع بعض في كيسة بتشتريهم، ومش غاليين، تقريبا ب20 جنيه او ب25، وممكن اقل كمان من اي محل بتاع بيبيهات. دي بتبقى تزويدة كده للسلوبيتا. طب ازاي بتتركب؟ هقولك. بصي يا حبايب قلبي، دي دلوقتي كبسونة اهي، سهلة جدا الفك والتركيب اهو. حتى لو انتي هتغسلي السلوبيتا عادي جدا، ممكن تشيليها وممكن تحطيها وممكن كمان تسيبيها وتغسليها، ما بيجرالهاش اي حاجة. هي اصلا عبارة عن حتة قماشة اهي بسيطة جدا و جميلة جدا، وهوريكي ازاي بتتركب. تمام، بصي بقى، هنا طبعا زي ما انتوا شايفين الكبسونة اهي، ودي الكبسونة التانية. بصوا، بسم الله، اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ادي واحد، ودي التانية. تمام كده، ركبنا اهو، شايفين؟ ركبنا اهو. طب هنعمل ايه تاني؟ بصي بقى يا ست الكل، انا هنا عملتها كده، وطبعا لبست بقى البيبي او لبست الطفل. عايزة بقى اقفلها. هنا بصوا في كباسين اهي، دي الكبسونة اهي. هنا عندنا الناحية التانية بقى اهي، دي اهي. تمام، هنركب بقى الكبسونة فيها. بسم الله اهو. شايفين؟ بصوا بقى ما شاء الله شكلها عامل ازاي. طبعا بتبقى تحت الهدوم مش باينه، عشان محدش يقول لي ايه المنظر ده يا جماعه، دي تحت الهدوم عادي جدا، يعني البيبي اصلا محدش اكيد يعني هيشوف الحاجه دي. شايفين بقى بقت عامله ازاي؟ وبقت مقفوله، مفيش ايه اي، البيبي لو اتحرك كده او كده طبعا مقفوله اهي، فهيفضل الهدوم تحتيها، وهيفضل صدره متدفي، وهيبقى زي الفل اهو. تمام كده. وطبعا انا كنت قايله ان احنا بنجيبهم بكباسين كده عشان راس البيبي بتبقى صغيره، ما تبقاش ضيقه عليه يعني وتاثر. برضو الكباسين، لاي حاجه فيها كباسين او سوسته بتبقى مفيده جدا للاطفال وهم صغيرين. دول بيبقوا 3. ممكن تقولي له تزويدة سلوبيتا، او مثلا تاخدي صورتها وتصوريها وتوريها للبياع يعني اللي بيبقى في محلات الاطفال او النيوبورن وبس. حيلة بسيطة اقتصادية يعني، نقف شوية كده جنب اجوازاتنا، وربنا يا رب يوسع على الناس اجمعين يا رب، ويرزق كل الناس، ودمتم سالمين وبألف خير. ولو الفكرة عجبتكم متنسوش تعملوا لي لايك وتفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو عشان يوصل لكل دمتم سالمين وبألف خير. متنسوش تشتركوا كمان في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله. باي باي.